بسم الله الرحمن الرحيم. في حادث من وجهة نظري غير مبرر وغير آدمي بالمرة، انقض سمكة قرش من نوع النمر على مواطن روسي يقال إن هو سائح روسي، ولكن بعد التحري عنه أثبت إن هو مقيم في مصر أصلا ومعه الإقامة المصرية. تعرضت إليه زي ما حضراتكم شايفين كده منظر تشيب له الولدان، وفي الأول وفي الآخر ده روح. يعني واجب علينا إن احنا طبعا نواسيه ونحزن عليه، كما يجب أيضا محاكمة المسؤول عن هذا الحادث. كان المفروض يبقى في سياج حديدي يمنع بين اللي بيعوموا بين السائحين وبين مثل هذه الأسماك الضخمة. وناس على السوشيال ميديا زي علاء مبارك، نشوفوا قال إيه. يقول علاء مبارك إن تكرار حوادث هجوم سمك القرش في مياه البحر الأحمر على مدار السنوات السابقة، آخرها حادث اليوم المؤسف في الغردقة حيث هاجم سمك القرش سائح روسي ما أدى إلى وفاته على الفور. كنت أمارس رياضة الغوص منذ عام 1987، وشاهدت أسماك القرش عدة مرات أثناء الغوص، والتي قليلا ما تهاجم الغطاسين، لكن الخطورة تأتي عندما تسبح على سطح الماء. ومن أسباب هذه الهجمات تحدثنا فيها كثيرا من زمان، إن البعض يقوم بإطعام الأسماك أو إلقاء طعام لجذب الأسماك، وهذا يجذب ويغير من سلوك سمك القرش. أيضا ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي له تأثير على سلوك سمك القرش، وأعتقد أن من أهم الأسباب هي عمليات صيد الأسماك المفتوحة والمتروكة بدون أي قيود. يعني وباختصار شديد نفهم من الكلام علاء إن هو بيقول واجب وضع سياج حدودي مثلا يفصل بين السائحين أو اللي بيعوموا وبين الأسماك القرش، لأنها أحيانا إن لم تجد الغذاء سوف تتغذى على أي شيء يقابلها إنسان، بشر، حيوان، أي حاجة مش فارقة. أما في تغريدة نجيب ساويرس فهو يقول نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري: تبادل فيديو حادثة الغردقة عمل دنيء ومسيء ومضر بالأرزاق، توقفوا من فضلكم. في آخر الحلقة حابب أقول إن إحنا يا جماعة السياحة هي تقريبا بالتقريب كده تلت دخل البلد موجود من السياحة. السياحة حاجة معلم لازم نهتم بيه. قبل كده لسه كنا بنتكلم في حلقة أول امبارح إن إحنا فرضنا 100 جنيه على كل سائح خارج تاني، اللي خلى أحمد موسى علق وقال بالطريقة دي يا جماعة السواح هيخرجوا مش هيرجعوا تاني، ده عشان فرض 100 جنيه مصرية. طب ما بالك لما يكون الأمر في موضوع سمكة قرش وعدم أمن وعدم أمان؟ أكيد هيخرج مش هيجي تاني. كان المفروض المصيبة احنا بنستنى إن المصيبة تحصل وبعد كده نبتدي نشوف لها حلول ونشوف لها حاجات، لا، كان المفروض وضع سياج حديدي أو أي حاجة تفصل بين الأسماك الضخمة وتفصل بين منطقة العوم. في آخر الحلقة حابب أقول طبعا عزائنا للمتوفي، ويا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك فيها ويفعل جرس الإشعارات عشان توصلك حلقة كل يوم. تصبحوا على خير.